مغضوب عمر المغضوب. انا مغضوب. تعرفوا نحن ما بيهمنا، انتوا عم تقولوا هلا في ناس هو شهركم، لولا انتوا ما بتطلعوا على اليوتيوب، لولا الناس ما بتعرفكم. السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وانتم محتوى هاي الحلقه. ببدايه الفيديو خلينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اذا كنتوا لاول مره عم تتابعوني لا تنسوا تعملوا لنا اشتراك وتحطوا لايك وتفعلوا جرس التنبيهات. خلينا نوصل 100,000 مشترك قبل رمضان، ياه لو تزبط. متخيلين شو بيصير بوصل 100,000 مشترك قبل رمضان؟ ما حيصير شيء. اوكي. معلومات سريعة للي ما بيعرف عائلة الشيف عمر. الشيف عمر عنده قناة على اليوتيوب بيقدم طبخ ونفخ من هالقصص وحلويات وأكلات شامية، وهاي أمه للشيف عمر كانت تظهر معه بالفيديوهات ويعملوا طبخات مع بعض، لحد ما أجا يوم وفتحت مع أخوه الصغير. أخوه للشيف عمر فتحوا قناة، يعني أخوه الصغير وأمه فتحوا قناة على اليوتيوب، والشيف عمر عنده قناة على اليوتيوب، اثنيناتهم بيعملوا محتوى أكل وطبخات. يعني عائلة إلها مرق بالطبخ ونفسهم طيب. ومن فترة ما أخوه الصغير وأمه فتحوا قناة ما بقى يطلعوا مع بعض، وصار تطلع عليهم إشاعات من سنتين إنه متخانقين مع بعض. ومن هالحكي العالم ما صدقت هالشي لحد امبارح صاروا يصوروا ستوريات على انستغرام ويحكوا قصص، كل واحد يحكي شو عنده. للنهاية لنشوف شو اللي صار وشو سبب المشكلة، ولا تنسوا تعملوا اشتراك ولايك. انه ليش ابوه عايش هون. على فكره بالمناسبه انا كان فيني اروح صور بغير مكان وبيتي مرتب واقول لكم انا هون بيتي وانا هون خلقت، عرفتوا شلون؟ لكن انا انسان ما بتبرى من اصلي، لانه اللي بتبرى من اصله ما فيه اصل اساسا، عرفتوا شلون؟ فلهيك كنت جدا طبيعي. هون بيتنا، هي حارتنا، هون عشنا. هذا البيت اللي صورته ابي 50 سنه من الجهد والعمل يشتغل شغلتين. هي المشاكل فعليا بلشت بعد ما نزل فلوج، لما نزل على سوريا الشيف عمر، فنزل على ابوه وعمل فلوج ورجع قضيته الزلمه مثل اي حدا نزل على سوريا، بس هو يعني صانع محتوى فحب يصور فلوج لاول مره ويطلع عن نطاق الاكل والشرب، بده يغير حركه بالقناه. بتعرفوا نحن مجتمعنا كيف بيفكر، انه انت قاعد بقصر بتركيا وبسط ومدري شو مصاري وسيارات وعندك مطعم، وابوك تاركه بسوريا ببيت مهرهر وبيت تعبان. بتعرفوا نحن كيف بنحكي. الواحد اول شيء ما بيكون بده يرد على العالم، بس كتر التعليقات يعني بينوجب التوضيح، فصار يقول للعالم انه ابوه تعبان بهذا البيت. يعني تخيل انت مثلا 100 سنه عم تعملوا هالبيت، اخر شيء يجي ابنك يشتري لك بيت احلى؟ لا، فانت كل قطعه تعبان فيها، لذلك ما بتحب تطلع من البيت. فهو هيك عم يحكي للعالم انه ابوه ما عم يرضى يطلع من البيت، واجا كذا مره على تركيا وما حبها. فعلا العقليات الكبيره ما بتحب مثل تركيا وجو اسطنبول، وبتحب الضيعه، بتحب المكان اللي خلقت فيه وربت فيه. فهذا الحكي اللي عم يشرحه للمتابعين، انه هو ما تارك ابوه بالفقر وما تاركه بيت مهرهر وما تاركه شيء. الزلمه قاعد ببيته لانه تعبان فيه ومبسوط ومريح راسه. من المعيب الواحد يحكي، لكن حاعطيكم مثال، مو مثال، حاعطيكم ابسط شغله قدمتها وانا مقصر. انا كل شيء قدمته انا مقصر، انا برايي انا مقصر. نحن لو شو ما قدمنا لاهلنا بضل قليل يا جماعه. لما جبت اهلي على تركيا امي وبعدها بشهرين ابي، فيز وطيران، ومن المستحيل تطلع فيزا كان بتركيا، من المستحيل، من سابع المستحيلات، يعني شغله جدا صعبه ومكلفه جدا. تكاليف طيران وفيز بيشتروا بيت غرفتين وصالون بسوريا تماما، يعني هذا المبلغ اللي انحط بيشتري بيت بنص سوريا، بنص الشام بيشتري لك بيت غرفتين. الشيف عمر عم يشرح للناس اللي عم تقول له ما ساعدت اهلك ولا عملت لهم شيء، فاعطاهم مثال، قال لهم الفيز اللي حاططها على ابوي وامي، يعني هيك بالمشار معي، الفيز اللي حاططها على ابوي وامي وتكاليفهم هيك. بتعرفوا انه وضع السوري كيف بتركيا، انه كل الشغله نحن السوريين يعني علينا بتجي دبل. فعم يقول لهم كل التكاليف بتشتري البيت بنص الشام، يعني البيت بنص الشام حقه كتير يا جماعه مو شوي. تخيلين انتو يعني فيز وتيكت بحق بيت بنص الشام، يعني مبلغ كتير كبير. اخير مغضوب عمر المغضوب. انا مغضوب. تعرفوا انا 3 شهور بقنع باهلي يفتحوا قناه. انتم بتقولوا ضايق لانه اهله فتحوا قناه. انا 3 شهور حدا يطلع ينكر كلامي، 3 شهور ترجي، تعرفوا هيك ترجي وبوسه ايد، الله يكرم افتحوا قناه. تمام. شو بدكم؟ من كل شيء مفتوح، من كل شيء تفاصيل. انا اذا بجيب قطعه ذهب لمرتي بجيب قطعه ذهب لامي. عيب عيب تخلوني. الشيف عمر عم يقول للعالم اللي عم تقول له انت مغضوب الوالدين وانت ناكر المعروف وانت ناكر الجميل، قال انه هو 3 اشهر عم يبوس ايد امه واخوه بس لحتى يفتحوا قناه على اليوتيوب، يعني عم يشجعهم، عم يعطيهم تحفيز، وقال لهم انه مفتوح لكم من كل شيء، يعني ستوريات، يعني دعم، يعني يطلعكم معي بالقناه. عرفتوا كيف؟ انه الزلمه مادد ايده للخير.
انه بس افتحوا قناة وانا علي كل شيء. وختم ستوري انه هو اذا بيجيب لمرته قطعة ذهب كان يجيب لامه بالمقابل قطعة ذهب، انه ما يفرق بين امه ومرته. كل شيء كل شيء بالمقابل. انا لا املك شيء بتركيا، انا ما عندي بيت باسمي، ما عندي بيت ملكي، ما عندي بيت بصراحه، لاني انا عم ساعد في غيري عم يكمكر بهالمصاري ويشتري عقارات وبيوت. انا ما عندي بصراحه، وما عندي قدره اليوم اني اشتري بيت، لانه انا بقدم للناس اللي حوالي. وحتى القناه لما انفتحت 5 مرات نشرت عنها بيوتيوب وقدمت الدعم لحتى كبرت القناه. ومش الشيف عمر عم يصرح انه هو ما عنده بيت باسمه بتركيا او مشتري بيت، والسبب انه هو يعني زلمه كريم بيعطي ما بيسأل، بيساعد الناس تبرعات ومن هالكلام. وحكى عن قناة اليوتيوب تبعيت اخوه وامه، قال انه هي لما فتحوا قناة نشرها 5 مرات وساعدهم لحتى القناة تطلع. بتعرف القناة او لو الواحد بيعمل قناة على اليوتيوب بيتعذب شوي لبين ما يوصل للجمهور، فهو دفشه الدفشة القوية. ان شاء الله يكون الشرح عم يوصل لكم. يعني المهم يمكن مصاري وعم يشتري عقارات وبيوت، ما بعرف هذا اذا عم يقصد اخوه او عم يقصد ناس بيعرفون على ارض الواقع. يعني ما فينا نحكي انه عم يحكي عن اخوه انه بيشتري عقارات وعم يضب مصاري. هو ضل 3 شهور عم يقنعنا لحتى نحن نفتح قناه ونشتغل بقى وننزل فيديوهات واللي منه. هذا الحكي مزبوط، هذا الحكي مزبوط. اخي ضل 3 شهور عم يقنعنا حتى نفتح قناه، بس نحن فتحنا القناه من هون واخي ما عاد بين من هون، يعني ما عاد درينا عنه شيء لاخي. باليوم اللي نزلت فيه الفيديو دق له مكالمات، دق له، بعت له على الواتساب، بعت له كذا، اختفى الزلمه، سكر موبايله، سكر كل شيء. ابدا يعني ما لا قدم لنا دعم يذكر، كتب لنا تعليقات على اليوتيوب. هذا هو الدعم اللي عمله اخوه للشيف عمر. هو عم يقول صح اخوي ضل يقنعنا بقناة على اليوتيوب، بس اول ما فتحنا قناة اليوتيوب ما عاد بين، يعني وصلنا نص البير وقطع الحبل فينا بالمشرمحة. قال لما نزلنا فيديوهات دق له لاخوي ما يرد علي، ابعت له على الواتساب ما يرد علي. قال ساعدهم بس مساعدة انه يكتب لهم تعليقات على اليوتيوب. كيف يعني؟ مثلا نشروا فيديو ايه بالتوفيق، الله يوفقكم، الله ييسركم، برافو عليكم. التعليقات ما بتفيد شيء، هيك اخوه قال. وعن جد يعني اذا حدا علق لك على الفيديو قد ما كان عنده ملايين مشتركين ومتابعين ما بتستفاد منهم بشيء. هذا الدعم الوحيد اللي شافوه من اخوه عمر. وعم يعملوا نفس المحتوى. نحن شو هلا هو كان عم بيقول لنا انه انا ما عم بدعمكم، كان تبريره انه قناتكم طبخ مثل قناتي، انتم عم تضاربوا علي. هي وحده. طب انا شو لازم اعمل انا وامي؟ افتح انا قناه انا وامي نطلع نرقص؟ نطلع نرقص لكم يعني؟ نفتح يعني شو نعمل؟ نحن نعمل محتوى عائلي ونحن كلياتنا شخصين؟ في كثير صناع محتوى على اليوتيوب ولا على فيسبوك ولا على انستغرام. هن كانوا يطلبوا الدعم والمساعدة من الشيف عمر، ولكن الشيف عمر يرد عليهم انه انتم عم تعملوا طبخات مثلي ومحتواكم مثل محتواي، يعني خاف اذا نشرتكم يوقف الدعم عندي وتوقف المشاهدات عندي والناس تحبكم. هيك عم يحكي اخوه، ما عم جيب شيء من عندي، انه الزلمه خايف لتنضرب رزقته على حساب اخوه وامه. اخوه عم يوضح انه هن شو يطلعوا يعملوا محتوى يرقص هو وامه يعني مثل على التيك توك، او يعملوا محتوى عائلي وهن شخصين بالبيت. يعني اذا اثنين عم يصوروا ما حيعملوا محتوى عائلي، شو بده يحكوا اثنيناتهم مع بعض؟ شو بده يعملوا؟ يعني كترت بده ياكلوا ويشربوا بس، ها هي ما في شغلات تصير، ما في قصص. فالزلمه عم يوضح له انه شو بدنا نعمل غير محتوى الاكل، ونحن يا جماعه بنفهم بالاكل، وامي طبخاتها طيبين ولا نفس حلو. نحن ما بيهمنا، انتم عم تقولوا هلا في ناس حتقول إيه هو شهركم، لولا انتم ما بتطلعوا على اليوتيوب، لولا الناس ما بتعرفكم. ليش مين قال لكم انه احنا بدنا ننشهر؟ ومين قال لكم انه احنا بدنا الناس تعرفنا؟ انا شخص بكره شيء اسمه شهره، الناس اللي بتعرفني عن قريب، هو بيعرفني كمان، حاول يقنعني كذا مره اطلع معه بفيديوهات قبل ما اطلع امي ورفضت، لانه انا ما بحب حدا يعرفني، ما بحب امشي بالشارع والناس تعرفني. انا شخص ما بحب الشهره، بس طلعت كرماله، طلعت مشان ادعم اخي، ولو ما حفيده هو حيقول يمكن ما استفاد هو مشهور، ولو بس انا دعمتك وقفت جنبك. ونقطة ثانية كمان بدي احكي فيها، هون عم يرد على الناس اللي عم تكتب له انه انتم انشهرتوا على ظهر اخوكم وانتم ما انعرفتوا الا بسبب الشيف عمر. فهو عم يوضح للناس انه هن ما بدهم الشهرة، وهو انسان ما بيحب حدا يعرفه ولا بيحب الشهرة، ولكن الشيف عمر اصر عليه يفتح قناة على اليوتيوب. هو يعني طلع مشان يساعده لاخوه للشيف عمر لحتى يصير عنده بالمحتوى، يصير عنده هيك تحريك ويصير عنده قصص، وانه محتوى عائلي ومن ضمنه في طبخة. زلمة طلع انه مشان يساعده لاخوه الشيف عمر، وبعدين صار يوتيوبر بعد ما اخوه اصر عليه. طلعنا معه، يعني نحن لو هو عرفان انه نحن حنفتح قناة بعد ما نطلع معه على اليوتيوب كان اساسا ما طلعنا. ليش؟ لانه هو قطعنا اول ما فتحنا ونزلنا اول فيديوهين قاطعنا، عرفتوا كيف؟
بعد ما نزلنا فيديوهين ثلاثه هو قاطع اهله تماما لانه فتحوا قناه على اليوتيوب. ليش؟ لانه هو كان بده يستفيد هو لحاله، انه انا بدي استفاد لحالي، اهلي فتحوا قناه. حمودي عم يحكي انه الشيف عمر لو بيعرف امه واخوه رح ينشهروا ورح يسرقوا منه الاضواء كان من الاساس ما طلعهم معه على القناة ولا خلاهم يفتحوا قناة على اليوتيوب، وانه الشيف عمر مقاطعهم من لما نزلوا اول فيديوهين. يعني هاي المشكلة صار لها شي سنتين بس هلا لا طلعت. بس انا ما بحس انه حدا سرق الاضواء من حدا، يعني بالنهاية رزاق الله وكل واحد عنده متابعينه وكل واحد عنده محبينه. يعني بجوز ناس تحب الشيف عمر وما تحب امه واخوه، وناس تحب امه واخوه وما تحب الشيف عمر، كل واحد على ذوقه. فتحنا القناه من هون، واخي ما تعرف علينا يعني حرفيا. عم لكم انه هو نشر لنا 4-5 مرات. وين نشر لنا؟ انا بتحدى اي حدا يجيب لنا دليل انه هو نزل ستوري، نزل بوست فيسبوك انستغرام، او ستوري فيسبوك انستغرام او فيسبوك. ما نزل شيء، لا دعمنا ابدا، لا صور معنا، رفض انه تماما يصور معنا فيديو، رفض انه يدعمنا. حمودي عم يقول انه صح اخوي قال ساعدنا، بس قال اتحداكم انه تشوفوا او تجيبوا ستوري هو مساعدنا فيها. هو بس حكي، يعني بس قال انا ساعدتهم، بس هو بعرض الواقع ما عمل شيء ولا ساعدنا، ورفض يتواصل معهم او يطلع معهم في فيديو بس لحتى ترتفع القناة. نجي لرأيي الشخصي، كلام مهم ولازم تسمعه بغض النظر عن كل شيء صاير، عن مين الحق ومين. يعني المصاري ما هو كل شيء، يعني هلا هذا زي معه مصاري وهذا زي معه مصاري، بس بالاخير هني هلا خسرانين بعض، عم يعملوا مشاكل مشان يعني مشان شو؟ مشان يوتيوب. يعني معقول تخسر اخوك مشان قناة اليوتيوب او مشان متابعين؟ ما عم نعرف على مين الحق. يعني بتسمع لهذا بتحس الحق معه، بتسمع لهذا بتحس الحق معه، فنحن ما فينا غير نقول الله يهدي النفوس. واللي وصل لهاي النقطة من هذا الفيديو لهذا الوقت، فأنت بدي أقول لك إنه أنت إنسان عظيم، والله إنك كفو، عم تحضرني للأخير. يعني أنت إنسان رائع ومفضي حالك مشاني، فأنا بحبك من جوات قلبي. فلا تنسى تكفي معروفك معي وتعمل لي اشتراك ولايك وتفعل جرس التنبيهات، خلينا نوصل 100,000 قبل رمضان. وبشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.